السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقة الانترنت عند حضرتك بتقعد 10 ايام او 15 يوم وبتخلص، او بتشحن الباقة مرة او مرتين في الشهر. انا النهاردة جايب لك حل وعن تجربة، الباقة هتفضل معاك لحد اخر الشهر وهتنسى المشكلة دي تماما. طيب هنعمل اول حاجة هندخل على المتصفح بتاعنا. انا الاول عاوز اوريك سرعة الانترنت عندي عاملة ازاي. هنضغط مثلا على الموقع ده يقيس لنا السرعة بتاعتنا. زي ما حضرتك شايف هو خلص دلوقتي هو بيقول لي ان سرعة الداونلود عندي 32 ميجا بايت، وعندي سرعة الابلود 23 ميجا بايت. على فكرة السرعة دي يعني ملهاش لازمة. يعني انا دلوقتي لما باجي ارفع اصلا ملف ما بيوصلش للسرعة دي، واما باجي احمل ملف ما بيوصلش للسرعة دي. مش عارف بقى ايه السبب، بس دلوقتي النت بيستهلك من السرعة دي بطريقة مزعجة. يعني انت تبقى قاعد كده بتتصفح الفيسبوك وتلاقي 1 جيجا صارت في الهواء بسبب السرعة دي. فاحنا النهاردة هنلغي هنحد السرعة دي من خلال الراوتر. كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي كده على نفتح المتصفح بتاعنا او من الموبايل، تمام، ونكتب هنا في البحث هنا نكتب عنوان الراوتر بتاعنا. عنوان الراوتر الاي بي بتاع الراوتر ده هتلاقيه موجود على ظهر الراوتر بتاع حضرتك، تمام. هتكتب 192، هتكتب نفس العنوان 192.168.100.1 على حسب الاي بي اللي موجود في ظهر الراوتر عند حضرتك، تمام. هتدخل هنا هتكتب اليوزر نيم والباسورد برضو مكتوبين تحت الاي بي على ظهر الراوتر، تمام. هنا كان الرقم 17 دي الباسورد 276، تمام، بي فوق، تمام. بعدين هنضغط على لوج ان، تمام. بعد ما دخلنا على الراوتر من جوه هيظهر معانا بالشكل ده. طيب اول حاجه هتروح على ادفانسد، وبعدين هتروح على وي لان، وبعدين هتيجي هنا عند هتيجي على تاني خيار اللي هو 2G ادفانسد نتورك، اللي هو تاني خيار مش البيزك اللي هو الادفانسد. وبعدين هتيجي على المود، هنا المود هتيجي تضغط عليه واحدة ضغطة واحدة كده، وهتختار اول واحدة دي، تمام. بعد كده هتيجي برضو على التشانل ويدز دي وتخليها 20، تمام. هي بقت 20 اوتوماتيك، تمام. وبعد كده هتضغط على ابلاي، هتنتظر لحد ما الراوتر بتاعك يعمل ريستارت ويعمل الاعدادات دي، تمام. بعد ما الراوتر عمل ريستارت، تمام، هتعمل ريفريش من هنا، او هتدخل تاني تكتب الاسم والرقم السري تاني، تمام، اللي هو الادمن اللي هو مكتوب في ظهر الراوتر تاني، وتدخل على الراوتر تاني، تمام. بعد ما تدخل على الراوتر هتروح على واي فاي كونفيجريشن، تضغط على المكان ده، وبعدين هتنزل شويه كده على enable 5G network. هي معموله اون، هتعملها اوف. احنا هنشتغل بس على ال2G من هنا، تمام. ودي سرعه كويسه جدا، يعني مش هتحس بفرق في السرعه. لما تيجي تسمع فيديو على اليوتيوب هتلاقيه كويس جدا وما بيقطعش منك. لما بتيجي تحمل ملف هتلاقي السرعه زي ما هي، تمام. ما تقلقش، ما تفكرش ان احنا حدينا السرعه قوي، احنا لسه اصلا ما حدينا السرعه، تمام. وبعد كده بعد ما تعمل اوف هتعمل على تضغط على سيف، وبس كده احنا كده خلصت. بعد ما تضغط على سيف، بعد ما عملت الخطوتين دول مع بعض وعملنا قفلنا ال5G، هتقفل بقى صفحة الراوتر، وتعالى كده نقيس سرعة النت عندنا عاملة ازاي. دلوقتي عندي الداونلود 2 والابلود 2.5 برضو زي الداونلود. تعالى مثلا نفتح مثلا الموقع يوتيوب مثلا. زي ما حضرتك شايف السرعة مش وحشة، ثواني، السرعة مش وحشة، السرعة كويسة جدا وشغال كويس جدا. يعني مش هتحس يعني ان هو حاجة تقيلة معاك، هو كويس جدا. هيحافظ على الباقة. المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله هاجيب لك برنامج يحدد لك بحيث ان هو يفتح لك السرعة لجهازك انت، ويحدد السرعة لموبايلات تانية، او لو انت عندك اكتر من موبايل يعني في البيت، اخلي مثلا موبايلك هو اللي السرعة مفتوحة وبقية الموبايلات سرعته محدودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.